2017 وصل امام الوداد البيضاوي المغربي للمباراه النهائيه. في عام 2018 وصل امام الترجي التونسي في المباراه النهائيه الشهيره. وفي 2020 اذا النادي الاهلي يستطيع ان يصل بعيدا في هذه البطوله الافريقيه. سيدي المشاهد، هل هذا من فراغ؟ اكيد مش من فراغ. علشان كده لما بنتكلم بلغه الارقام، النادي الاهلي بطل، النادي الاهلي بطل، النادي الاهلي صاحب ال11 لقب، فده نقدر نقول عليه انجاز، وانجاز كبير جدا. وان كان في اوروبا ريال مدريد، في افريقيا فيها النادي الاهلي اللي استطاع من عام 2005 ان يغير خريطه البطوله الافريقيه لصالح قلعه الجزيره. ده الواقع ودي الحقيقه. عايز هنا اشير لنقطه مهمه جدا مع كل طبعا ضيوفنا الكرام ومع كل الساده المشاهدين، لان اللقطات ديت بتبقى لقطات مهمه جدا. لقطه محمود الخطيب او الكابتن محمود الخطيب، أسطورة النادي الأهلي ورمز النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي، لما تاني يوم جلس مع لاعبي النادي الأهلي في استاد مختار التتش في الجزيرة. اللقطة دي يا جماعة من اللقطات المحورية، وفي لقطات كده بتبقى مضيئة أنا لازم ما عدهاش، يعني لازم أفكركم بيها لأن دي بتبقى مهمة جدا. وهنا دور القائد، ميزة الكابتن محمود الخطيب في ما يتعلق بالامور الكرويه للنادي الاهلي. لا انا عايز يا جماعه لو سمحتم، لو عندكم اللقطه بتاعه اجتماعه ممكن نكمل ده، ما عنديش مشكله. ده حاجه ده هايل. هو هنا ده راجل لعيب كوره، لعب مع النادي الاهلي في السبعينيات والثمانينات، وكان ايقونه وما زال ايقونه للنادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي. لما يبقى عندك واحد لعب كوره واسطوره من اساطير الكوره وبيسلم على لعيبته وهو رئيس النادي كمان، ده له مدلول وله اشاره. على فكره اللي بيعمله الكابتن محمود الخطيب في اللحظات اللي زي ديت، لما بيسلم على الجهاز الفني والاداري وعم حارس وكل الناس اللي موجوده، يعني ده يا جماعه احسن من 1000 محاضره. لو انت سالتني انا لو لعيب كوره، واكيد الكباتن يعني ياكدوا على كلامي، انا لما الاقي رئيس النادي بيسلم وبيقف وبيسلم على كل لاعب من غير حتى ما يتكلم، يا جماعه ده له مدلول، ومدلول مهم وعظيم جدا. فانا هنا بتكلم على الحس الكروي والحس المعنوي والنفسي اللي بيحتاجه اللاعب المصري من ادارته، من رئيس ناديه. ولما يكون كمان رئيس ناديه نجم كبير زي الكابتن محمود الخطيب، فأكيد ده بيفرق كتير جدا جدا مع اللعيبة. المشهد ده يا جماعة ب1000 محاضرة، المشهد ده ب1000 محاضرة بالنسبة للاعب النادي الأهلي. واللقطات ديت لازم احنا نشير ليها، لأن القصة كلها مش كورة، القصة كلها مش كولر عملين النهاردة 4-4 2-5-3 2-4-1 4-1 6. كل الكلام ده يا جماعة مع كل الاحترام في النهائيات زي ما إينو قال تكسب واحيانا لا تلعب، او احيانا كثيره لا تلعب. فالامور الفنيه ممكن ننحيها جانبا، اما عن هذه اللقطه في دي او في ده امر مهم جدا. كابتن عفت، عايز تعليقك على اللقطه دي؟ عايز اقول في حاجه مهمه قوي برضو يا احمد، ان النادي الاهلي اكثر استقرارا. النادي اللي تحس ان يعني كل الناس واقفه جنبه، النادي اللي تحس ان كلهم بيعملوا على قلب رجل واحد. نعم. نادي في مجلس اداره بجد، في كل واحد دي رايه بيقوله، كل واحد بيقترح، وده الشيء المهم جدا. هو فكره ان الكابتن محمود الخطيب يبقى يعني انا هوصل لك للنقطه بتاعتك دي. انا بتكلم على، لا انا بوصل لك للنقطه دي. هتقول يا جماعه لو سمحتوا من اللقطه اللي هي تاني يوم ماتش القاهره. يعني لما انا جينا هنا اتكلمنا، كنت انت اعتقد كنت موجود معانا يا كابتن عفت، واتكلمنا وانت حتى قلت ايه؟ قلت مهم جدا ان اللاعب يحس ان ناديه او اداره ناديه تبقى جنبه سبورت ليه. طبعا. ف يعني عايزين نتكلم على دي. كابتن الخطيب نجم كبير، اسم كبير، كاريزما. كابتن انت لعبت قدامه؟ لحقت لحقت اخر مباراه ليه في الدوري. كنا كسبنا 2-1 واخدنا الدوري في اخر مباراه ليه هو. كان لعبها كانت 86.
كان لعيب كبير 86 87 كان لعيب كبير 87 طبعا. بص في اسماء نقعد نعدها كده. كابتن الخطيب طبعا من ضمن الاسماء دي، اسماء كبيره قوي. كابتن الخطيب كمان كاريزما في حته الاحتواء. يعني دي اللقطه اللي احنا كنا بنتكلم عليها يا كابتن. فاكر لما احنا اتكلمنا؟ ده كان تاني يوم طبعا. انا هنا اشدت باللقطه دي يا كابتن، وقلت ان اللقطه ديت مهمه جدا وقد تكون من اهم اللقطات في مسيره النادي الاهلي، لان لعيبه الاهلي واسره كره القدم في النادي الفريق الاول كانوا محتاجين جدا الاجتماع ده. عارف لما بتيجي تبص كده على راس المثلث من فوق، او كابتن الخطيب بالنسبه للعيبه دي كده وكل لعيبه مصر طبعا، انت بتشوف هو بيكلمك بقى باحساسه كلعيب، واحساسه كراجل اداري، واحساسه كرئيس نادي، بيوصل للعيبه كل حاجه في اقل الكلمات. وبعدين هو مش اجتماعاته كتير قوي ولا كمان يعني مش هتلاقيه متواجد، ملوش ظهور. فدايما بتحس كابتن الخطيب كده يعني يعني طلته بيبقى ليها مردود. ولما يقف مع اللعيبه يبقى في مردود كبير قوي. فاكيد اللعيبه بتحس بالكلام دوت، وبيوصل لهم شعوره اللي هو شعور كل الجماهير اللي موجوده، شعور مجلس الاداره. اكيد الامور بتختلف مع اللعيبه طبعا. اكيد. كابتن ايه؟ بص يا ابو حميد، يمكن هاخد من كلامك. يعني في رؤساء انديه كتير، انا بتكلم على ذكاء الكابتن محمود الخطيب في ايه؟ اللي فيه رؤساء انديه انا كسبان المباراه اللي في القاهره، صح ولا لا؟ فده العادي مثلا، او ده الطبيعي. امتى اقف معاهم، او امتى اجي لهم، او امتى اجتمع بيهم؟ قبل المباراه الثانيه مثلا بيومين ثلاثه، صح ولا لا؟ لا، ذكاء الكابتن محمود اللي هو تاني يوم، عشان عارف اللي برضو النتيجه ممكن تبقى ايه؟ قلق اللعيبه. فانا هو عايز من بدري اوصل للعيبه واحسهم على المكسب وتركيزهم يفضل موجود، مش اللي هو مثلا ايه انا فرحت وبتاع والسكينه تسرقني زي ما بيقول. فكون اللي هو يجي لك تاني يوم المباراه على طول في التدريب في مختار التتش ويتكلم معاهم كده، انا جربت. يعني انا واحد من الناس وانا بلعب، وزي ما الكابتن عفت قال هو مش بيظهر كتير وما بيجيش كتير يا كابتن عفت، بيجي لك في المواقف الحساسه المهمه. هو برضو انت يعني مع احترامي لكل الرؤساء، لما تيجي تسمع للكابتن محمود الخطيب، هو مش رئيس نادي بس. انت قلت ايه يا احمد؟ قلت ده نجم كبير، كان ايقونه طبعا. فانا كلاعب كوره لما اشوف اللي قدامي ده قبل ما يبقى هو رئيس نادي كمنصب، لا ده الكابتن محمود الخطيب. انت اتربيت على جواله وعلى اللقطات التاريخيه بتاعته، وانت اصلا كنت بتتمنى اصلا ان